أهلا بكم في حلقة جديدة عن الخمسين المقدسة أو 50 الفرح. والنهاردة هنتعرف ونتكلم عن الخمسين المقدسة مع مس مريم رمسيس. معانا النهاردة مس مريم رمسيس. ازيك يا مس؟ المسيح قوم. بالحقيقة قوم. عايزين نتكلم شوية عن ايه هي الخمسين وايه هي الخمسين المقدسة وليه بنسميها كده وبتبتدي امتى وبتنتهي امتى؟ فترة الخمسين المقدسة بتبتدي من عيد القيامة لغاية عيد العنصرة أو اللي هو عيد حلول الروح القدس، وهي الفترة دي كلها بيكون الطقس فيها باللحن الفرعي، لأن احنا بنحتفل يوميا بيها بقيامة رب المجد، يعني كأن كل يوم عندك في الخمسين المقدسة هي يوم حد. احنا دايما في الكنيسة بنقول يوم الحد الذي ولد الرب، ده طبعا احتفالا بالتذكار الأعظم في المسيحية. تمام، بس عايزين كمان نسألك على شوية أسئلة تاني. ايه هي أهم الأحداث الروحية أو الرموز اللي بنحتفل بيها خلال الخمسين؟ هو احنا بنحتفل خلال الخمسين بظهورات الرب يسوع ليه المجد للتلاميذ على الارض، وكمان بنحتفل يعني صفات كتيره قوي للمسيح، ان هو مثلا من جوه الحياه، طريق الحياه، نور العالم، دي كلها هتبان في الاسابيع بتاعت الخمسين المقدس. طب يا مس، طب زي ما كان في أسابيع وأحاد في الصوم الكبير، في أسابيع وأحاد في الخمسين المقدسة؟ طبعا الخمسين المقدسه بتتميز برضه زي ما حضرتك قلت في الصوم الكبير بالاحاد، برضه الخمسين المقدسه بتتميز بكذا اسبوع وكذا حد. اول حاجه هو بعد طبعا حد القيامه هو حد توما. حد توما ده بيتكلم على الثبات في الايمان، زي ما كان توما المسيح ظهر لهم وتوما معاهم، لان توما قال انا مش هصدق الا لو شفت بعيني، فالمسيح فعلا ظهر لهم وتوما كان معاهم علشان يعني يعمل له اللي هو عايزه، ادينا هو انت شفت بعيني. الحد الثاني هو خبز الحياه، ده بيتكلم على اهميه التناول، وان الافخارستيه طبعا هي عربون للقيام والحياه الابديه، وان هي انتصار على الموت. الحد الثالث هو ينبوع الحياه او السامريه، زي ما احنا في الصوم الكبير بيكون في اجزاء قراءات من عن يعني قصه السامريه، كمان في الخمسين المقدسه بيكون في جزء بنقرا فيه السامريه، وهو ربنا بيبين انه يعني هو ينبوع الحياه، هو المصدر. هو زي ما قال للسامريه ان كل يعني فيما معناه انه اي حد بيشرب من الميه دي بيعطش، لكن اللي بيشرب من الميه اللي انا بديها مش بيعطش ابدا. الحد الرابع اللي هو نور العالم. طبعا هي القيامه، كل حاجه احنا في الخمسين بتمثل في القيامه، فالقيامه هي نقلتنا من الضلمه للنور، يعني اي حاجه كانت في حياتنا ضلمه واي حد حاسس ان هو تايه او يعني شايف ان هو ده مش طريقه او النور فين، فبيدور دايما على المسيح اللي هو بيتمثل دايما بالاحتفال بالقيامه. في الحد الأول عرفنا الشك عن طريق توما، وفي الحد الثاني عرفنا عن التناول في حد خبز الحياة، وفي الحد الثالث السامرية اللي غسلها المسيح، وفي الحد الرابع نور العالم لما المسيح جه ونور حياتنا. ممكن نكمل ونتكلم عن حدود الباقي؟ بعد كده حد طريق الحياة، طبعا هو بيتكلم عن ان المسيح هو الطريق، وان زي ما انا قلت لك برضه حد السامرية، انه اي حد بيحس نفسه تايه او هو فيه مشاكل في حياته، فالطريق الوحيد والنور الوحيد هو المسيح. يعني هو برضه المسيح قال انا هو الطريق والحق والحياة، ليس احد ياتي الى الاب الا بي. حتى واحنا صغيرين في مدارس الاحد كانت ترنيمه كنا دايما نقولها يعني. فده ده الحد الخامس اللي هو كده طريق الحياه. الحد السادس بعد كده حد الفرح او الصلاه، ده الحد اللي بعد عيد الصعود على طول. ده كان التلاميذ كلهم كانوا في العلية بيقضوا الفترة دي، طبعا خلاص انت الحلول الروح القدس، فكان حوالي 10 ايام، فكان الفترة دي كلهم هم قاعدين بروح واحدة بيصلوا، مفيش اي حاجة شاغلة بالهم الا الصلاة، وطبعا مستنيين روح الحق المعز. وكده الحد السابع حد الروح القدس، كنا حابين تتكلمي معانا فيه بتفاصيل أكتر. هو طبعا الحد السابع هو حد الروح القدس، وهو ده الحد اللي طبعا بنحتفل بيه بحلول الروح القدس على التلاميذ لما كانوا في العلية. هما زي ما احنا قلنا كانوا قاعدين مستنيين حلول الروح القدس، زي ما المسيح وعدهم لما قام انه انا هبعت لكم روح الحق المعز. وطبعا دي كانت بداية الكنيسة الأولى، لأنه دي كانت بداية الكرازة، إنه هما حل عليهم الروح القدس. ولو طبعا كلنا فاكرين الوعظة بتاعت بطرس الرسول اللي آمن بيها 3000 نفس، وبعد كده طبعا ابتدت للعالم. وكنا عايزين نعرف يا مس، ليه فترة الخمسين المقدسة بتتميز بالفرح مش زي باقي مواسم أو حدود السنة بصوم وطنيات؟ طبعا الفترة دي بتتميز إن إحنا بنحتفل بيها وبنقضيها كلها في فرح وابتهاج بالقيامة. حتى صوم الأربع والجمعة إحنا مش بنصومه، بيكون يعني يعتبر ممنوع، لأن إحنا كل يوم
احنا بننتهج بقيامة رب المجد، فحتى الصوم مش بنصوم. لكن المطنيات هي اللي ممنوعة، بس اللي هي مطنيات التزلل أو اللي هي تزلل عن الخطية، لأن دي فقرة فرع زي ما قلنا. لكن السجود اللي هو سجود العبادة، أو احنا بندخل الكنيسة بنسجد، بندخل على الدليل بنسجد، لما بنيجي نصلي بنسجد، فهي بس العبادة يعني، أو اللي هو السجود ده مش ممنوع. لكن اللي ممنوع هي المطنيات، هي سجود التزلل. وكمان يا مس، ليه هم 50 يوم مش 40 مش 30؟ ليه متحددين ب 50 يوم؟ وزي ما احنا قلنا في الاول ال 50 المقدسه. هي طبعا يعني هي ليها حسبه. هي زي ما احنا قلنا برضو في الاول انه ال 50 المقدسه دي هي فتره معينه، الفتره اللي متحدده ما بين عيد القيامه لغايه عيد العنصره او عيد حلول الروح القدس. فالمسيح قعد على الارض مع تلاميذه 40 يوم، بيظهر ويختفي عنه، وبعد عيد الصعود وعدهم بحلول الروح القدس، حل عليهم الروح القدس بعد 10 ايام. فكده عندك 40 و10 فكده 50. فعشان كده هم 50 يوم هم متحددين يعني. وكمان يا مس كنا عايزين نعرف ايه الفرق ما بين ال 50 المقدسه واي موسم في الكنيسه بتاعتنا عادي. هي طبعا فترة ال 50 بتتميز بثلاث أربعات، يعني تعالى نقولها كده 3 في 4. أول حاجة، أول 4 يعني هي الأربع آيات سادية. هي بتتميز بأن فيها 4 آيات سادية، بتبتدي طبعا بالعيد القيامة وعيد سيدي كبير، بعد كده حد توما ده عيد سيدي صغير، وبعد كده عيد الصعود عيد سيدي كبير، وعيد حلول الروح القدس عيد سيدي كبير. بعد كده فيها 4 علامات طقسية بتتميز بيها الفترة دي. الطقس بيبقى فرايحي، اللحن فرايحي، الرايات البيضاء اللي بتبقى مالية الكنيسة، وزفة القيامة. بعد كده في آخر 4 اللي بيبقى فيها 4 ممنوعات: الحزن والصوم والمطنيات زي ما قلنا والسنكسار، لأن طبعا الفترة دي مش هحتفل بأي حاجة تاني غير القيامة بس، وإن يعني رب المجد أمن للأمن. وبكده نكون وصلنا لاخر حلقتنا النهارده مع مس مريم نرسيس. اتكلمنا ليه بنسمي الفتره دي ال 50 المقدسه او 50 الفرح، وكمان اتكلمنا عن بعض الرموز الروحيه والطقسيه عندنا، وكمان عرفنا ليه هما مش 40 يوم ومش 30 مش زي ما مس مريم قالت لنا في نص الحلقه، وايه الفرق بين ال 50 المقدسه واي فتره في السنه. واستنونا في الحلقات الجايه هنعرف اكتر عن عيد الصعود وعيد حلول الروح القدس.